وهو الرخام ال1 مللي. طبعًا ده هتقول لي يعني إزاي رخام 1 مللي؟ بس ده مش هزار، ده موجود حقيقي وأنا شُفته، رخام حقيقي 100% سمكه بيبدأ من 1 مللي ويوصل لحد 6 مللي، في حين إن الرخام الطبيعي بيكون سمكه من 2 سنتي لحد 4 سنتي، وعشان كده الاكتشاف ده مبهر جدًا طبعًا، وده بيخلّي النوع ده من الرخام خفيف وعملي جدًا، والرخام ده بيبقى معمول عليه طبقة معالجة، ومن الضهر بيبقى مدعوم بشريحة fiber glass. والمفاجأة بقى إن الرخام ده ينفع يستخدم في حاجات كتير جدًا، يعني ينفع يتركب على الحوايط وعلى الأسقف وعلى أي سطح تقريبًا من غير أي مشاكل. يعني اللي قدامنا ده رخام طبيعي بس بشكل مختلف خالص، خفيف ومرن وسهل الاستخدام. فهل كان حد يتخيل إن الرخام ممكن يوصل للمرحلة دي؟ أكيد لأ. حتى أنا في تعليقات كتير جات لي على الموضوع ده لما شافوه مش مصدقين. في ناس قالت لي مش معقول يكون رخام طبيعي ومرن في نفس الوقت، المادة صلبة ما ينفعش تكون مرنة، واللي شاف إن ده رخام صناعي، واللي شاف إنه مش مستحيل يكون حقيقي، ده ممكن يكون AI. في النهاية إحنا قدام اكتشاف واختراع جديد أكيد هيكون إضافة قوية لعشاق الرخام وعالم التشطيبات. دلوقتي هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني لكن على سكتش يومنا، استنونا.